السلام عليكم. اليوم مع بعض راح نوجدوا وصفة تاع لي سوفلي يجي خفيف ريشة وفارغ من الداخل بواحد الحشو مختلف تماما على المدار يديروا حشو قنبلة شيرة تشبه بزاف. يلا نبداو مع بعضياتنا ونصلوا ونسلموا على نبينا محمد رسول الله. عندنا كاس الا ربع تاع حليب دافي، نزيدوا معاه ملعقة ماشي معمرة كيما راكم تشوفوا، يعني ملعقة الا ربع تاع خميرة، ملعقة الا ربع تاع سكر. نخلطوا الخميرة مع الحليب والسكر، مباشرة نضيفوا عليهم ربع كاس تاع زيت، 4 كاس تاع زيت هذا ما كان. نخلطوا الزيت مع الحليب والخميرة، مباشرة من موراها نزيدوا صفار عفوا بياض تاع بيضة. صاي نضيفوا بياض بيضة. الصفار نخلوه للتزيين. سي بون كيما راكم تشوفوا، يعني مقادير سهلة. كاس الا ربع تاع حليب، ملعقة ماشي معمرة تاع خميرة، ملعقة ماشي معمرة تاع سكر، ونضيفوا عليها 4 كاس تاع زيت وبياض بيضة. نخلطوا هاد المقادير، نخيطوا غاية البيض الشيرات باش ما يقعدلكش هكا مكتلك، كما نعرفوا البياض يجي كتلة وحيدة. نخلطوا كيما راكم تشوفوا، مباشرة نضيفوا 2 كيسان تاع فرينة، ونزيدوا عليهم ملعقة صغيرة تاع خميرة تاع الحلوى، ولا ما يعادل نصف كاس نصف كيس عفوا. ونزيفوا عليها الملح ونخلطوا كيما راكم تشوفوا غير بالفوي. اليوم لاباط تاعنا نلموها بالفوي كيما راكم تشوفوا. هذاك 2 كيسان نخلطهم بالفوي، من بعد كي زدت لي حوالي تشوفوا الدالي بين 2 كيسان حتى 2 كيسان ونص، صافي على حساب الفرينة تاعك وعلى حساب البيض. نخلط كيما حنا نقولوا نلم العجينه تاعي بهذه الطريقه، يعني نلم وراني نعجن فيها غير بشويه بشويه كيما راكي تشوفي حبيبتي. وصفه سهله توجديها على وقفه كيما حنا نقولوا، وتخليها تريح. من انجح الوصفات تجي خفيفه ريشه. نبداو نديروا فرينه في بلون طرافاي تاعنا وندلكوا شويه العجينه واحد 2 دقائق هكذاك وتكون واجده معانا كيما راكم تشوفوا. نحطوها في لو ريسيبيون تاعنا ونغطوها كيما هكا بكيس. سي بون انا غلطيتها بصح كونجيلاسيون، كان يبغي يدير فيلم اليمونتير يدير. بالنسبه للحشو عندي حبيبه تاع بصل مع نص حبه تاع فلفل. ندير شويه زيت ونضيف هذاك الفلفل مع البصل، يعني للزوج كيف كيف في نفس الوقت خاطر يطيبوا لك كيف كيف. هنا بعد ما خداو لي هذاك اللون الذهبي، مباشرة نروح نضيف عليهم صدر تاع الدجاج مقطع بهذه الطريقة، يعني قطع صغيرة باش الحشوة تاعك تجيك زاكية. صاي كيما راكم تشوفوا معايا نخليها. دروك نروحو نضيفو لي زيبيس، نضيفو فلفل الكحل، نضيفو لي زيبيس تاع الدجاج، ونضيفو انا درت شويه من لي زيبيس تاع الشاورما، شويه ماشي بزاف غير شويه. لي زيبيس تاع الدجاج هما اللي درت بزاف، بصح لي زيبيس تاع الشاورما غير على راس مغيرفه. بطبيعه الحال الملح، الا انت عندك فلفل عكري دير فلفل عكري، ما عندكش فلفل عكري ديري قرصه تاع زعفران باش تحصلي على هذاك اللون الذهبي. قرصه فقط غير على راس المغيرفه، غير نقطه كيما راكي تشوفي، وقليها حتى وين تاخذ لك هذا اللون الشباب ما شاء الله. انا درت زعفران خاطر خلاصي فلفل عكري كيما راكم تشوفوا. والحشو تاعنا راه واجد. هنا عندي كميه تاع لاصوص طوماط اللي كنت جهزتها معكم في البيتزا رولي. بطبيعه الحال الحشو ديالنا جبن مبشور وجبن تاع الباطا. نبداو نشكلو مباشره مع بعض لي سوفلي. نجيبوا العجينه ديالنا، شوفوا ما شاء الله خمرت، يعني شوفي ما بيد ما توجدي الحشو تاعك تكون لاباط تاعك خمرت، يعني غير في الفترات اللي توجدي فيها الحشو تخلي لاباط تاعك تريح. سي بون. دروك مباشرة نبدا نشكل في الكريات تاعي. هنايا قطعت لي 8 كريات، يعني ما يعادل 8 تاع لي سوفلي، 8 حبات تاع لي سوفلي. قطعوهم وشكلوهم كيما هكا دوائر دوائر، وحطوهم دو كوتي، يعني ما تخلوهمش يعاودوا يريحوا. مباشرة نخدموا بهم. تبداو بالحبه الاولى اللي شكلتوها كيما هذه كريه، يعني هذه هي اللي بديت اللي شكلتها الكريه الاولى، هي اللي نبدا بها الاولى. كيما راكم تشوفوا الشيلات نشكل كريات ما شاء الله، عجينه شابه خفيفه، وكيما حنا نقولوا ما تجيكش الداخل بزاف خشينه، تجيك رقيقه، يجيك السوفلي تاعك فارغ من الداخل. هذا هو السر تاع السوفلي تاع برا كيجي خاوي من الداخل. سي بون شيرات، كملت شكلت كامل الكريات تاعي ونبدا نوجد في لي سوفلي. غطوهم الشيلات كيما هكا باش ما ديرلكمش هذيك القشره كي تكونوا توجدوا، ما بين ما توجدوا الحبه الاولى والزوجه كاع تخافوا دير لكم هذيك القشره الفوقانيه. وهنايا بعد ما فتحتهم بالحلة كيما راكم تشوفوا الحبة الأولى فتحناها، تكون فتحة كيما قلت لكم كي تفتحوها فتحوها رقيقة. مباشرة نبدا نضيفو في الحشو ديالنا. درنا لاصوص طوماط، من بعد كينا نديرو الحشو تاعنا اللي هو الخليط هذاك اللي وجدناه مع بعض.
لا عندك الدجاج ديري الدجاج، عندك كفتة ديري كفتة، عندك تشكتوكة كيما حنا نقولوا ديري تشكتوكة، اللي كان في مقدورك ديري. هي المهم لاباط تجي خفيفة شيرات. جبن مبشور، أنا نورمال نخدم نابولي بطبيعة الحال. جبن تاع باطا هاكا باش يجيك شباب. الله الله السوفلي تاعك نغلقوها بهذه الطريقة كيما راكم تشوفوا معايا. وهنا كي تغلقي شغل غلقي وقرصي هكا تحصلي على شكل شباب، وما تقيسيش لاباط تاعك يعني، وما تقعدي ديريها بالفرشيطه تقعد تفتح لك في الكوشه. هكا راح يكون ان شاء الله مضمون بلي ما غاديش ينفتح لك كامل السفلي تاعك في الكوشه. نروحو نجهزوا مع بعض الحبه الثانيه بنفس الطريقه. ديروا لاصوص طوماط، الحشو ديالنا، الجبن مبشور والجبن تاع الباطا، ونغلقوه بنفس الطريقه اللي قلت لكم عليها. وهنا كي تبدا تغلقي فيها شغل غلقي وقرصي وزيري، شغل قرصيها هنايا وزيري باش ما تنفتحلكش. هذا مكان بهذه الطريقه راح نكمل كامل الحبات. وفي هذه اللحظه درت الكوشه طيب لي، شعلتها من الفوق ومن تحت خليها تسخن، وكي ندخل لو بلا تاعي باش نطفي عليها من الفوق ونخليها طيب لي غير من تحت. كي نشوفهم طابوا لي من تحت باش نشعل عليهم من الفوق. نتهنتهم هنايا بالصفر بيض اللي كنت ضفت له كميه صغيره تاع حليب صاي باش يجيك شباب. ديروا سانوج، ديروا زنجلان، ديروا زيتون، تبغوا ديرهم سام ديروهم سام، طيبوهم من تحت ومن بعد شعلوهم من الفوق ويكونوا جاهزين معاكم. لا عندك فرن مروحه شعلي من تحت وشعلي المروحه ديالك. وشوفوا ما شاء الله ما شاء الله شهيتكم في الجنه من انجح الوصفات تاع لي سوفلي. يجوا خفاف بنان فارغين من الداخل كيما تاع برا، بهذاك الحشو اللي ما يجيكش ناشف، يجيك بزاف بزاف بنين. جربوها اكيد اكيد راح تولوا معتمدين هذه الوصفه. ونقول لكم ما تنسوناش بجنب كومونتير اشتراك في القناه هكا باش يوصلكم كل ما هو جديد. نقطعوا حبيبه مع بعضياتنا. شوفوها ما شاء الله هذاك الحشو ما شاء الله حشو معسل يعني، شوفوا قدام عينيكم ماشي ناشفين. شفتوا ما شاء الله راهم عاده سخيخني الشيرات. اي وصفه باغينها اكتبوا لي في التعليقات ان شاء الله نلبيكم الطلبات ديالكم. هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. ما تنسوناش بجنب ونقول لكم الى ملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده. سلام.